الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء. أيها الإخوة، كم نحن بحاجة إلى فهم حقيقة الحياة، وكم نحن بحاجة إلى فهم حقيقة أنفسنا وأرواحنا، كم نحن بحاجة إلى فهم الحكمة والسر الذي من أجله خلق الإنسان ووجدت الحياة. إننا مطالبون كعقلاء كرمنا الله عز وجل وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. لقد خلقنا الله عز وجل لنكون خلفاء الأرض، فخلق أبانا آدم وأمنا حواء، فعاشوا على هذه البسيطة، ثم توالت الأجيال، وجاء نوح وجاء إبراهيم. المهم قرون سلفت وخلت، مشت على هذه الأرض وأدت مهمتها ومضت، وها نحن نواصل المسيرة الآدمية، المسيرة الإنسانية على هذه الأرض، ثم سننتقل قطعا وحقا، سنمضي كما مضى الأولون. إنها حياة مؤقتة، إنها سنوات معدودة، ثم يمضي الإنسان. وإلى ماذا سيمضي؟ إنه ينتقل إلى العالم الآخر بعد أن أدى دورا في هذه الحياة. أيها الإخوة، إنه الذكاء وإنها الفطنة أن يتوقف الإنسان مع نفسه، أن يحاسب نفسه، أن يعرف ما الحال وما المآل. لقد أودع الله عز وجل في كيان كل إنسان ما يسمى بالعقل، والعقل داخل القلب، والقلب عليه مدار الأعمال، ومن ثم كان محط نظر الله تبارك وتعالى. فقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالأصل النظر إلى القلب، والقلب يتفرع منه الأعمال، فالأعمال تعكس ما في ضمن القلب. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام:
ألا وإن في الجسد مضغة، يعني القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وهي القلب. ومن ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم اسما عاما، لأنه محط الانطلاق. فقال كما جاء عند ابن ماجه من حديث معاوية رضي الله عنه: إنما الأعمال كالوعاء، يعني إنما القلب كالوعاء، إذا صلح أسفله صلح أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه. كل هذا وزيادة من الشارع ليبين عظمة هذا المخلوق، أعني القلب. فالمسلم الذكي اللبيب هو الذي يهتم بقلبه أيما اهتمام، مصبحا وممسيا، في حال السراء وحال الضراء. كيف لا يهتم بقلبه؟ وعليه مدار الأعمال. فإن كان القلب سليما، إن كان القلب صالحا، صار الإنسان فاضلا، والعكس. إن كان القلب مريضا صار الإنسان مريضا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام، وقد سئل كما جاء عند ابن ماجه: أي الناس أفضل؟ سؤال عظيم، وكل فطن ينتظر جواب هذا السؤال، لأن كل عاقل يتطلع إلى أن يكون فاضلا لا مفضولا. أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل صدوق اللسان مخموم القلب. صدوق اللسان معروف، لكن مخموم القلب ما معناه؟ قالوا: يا رسول الله، وما مخموم القلب؟ قال: النقي، أو قال التقي. النقي نقي من ماذا؟ قال: لا إثم فيه، ولا بغي، ولا حقد، ولا حسد. هذا هو القلب السليم، هذا هو القلب الفاضل، هذا هو القلب الذي يعيش سعيدا في هذه الحياة، يعيش ومن حوله يعيش طيبا مباركا موفقا في هذه الحياة، يعيش آمنا مطمئنا في هذه الحياة. وإذا مضى إلى ربه يوم أن يمضي، فأمامه يوم القيامة، أو أمامه يوم القيامة. وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي سلم في الحياة، سلم بقلبه، أو كان قلبه سليما، هو الذي سيسلم غدا يوم القيامة. فالمسلم
يتنبه إلى هذا أيما تنبه، يحافظ على قلبه. ماذا في قلبك؟ أفيه الطيبة؟ أفيه البر؟ أفيه الخير؟ أفيه الفضيلة؟ أم فيه الأنانية والشخصانية والحقد والحسد والبغض والتشاؤم؟ فأنت الحكم. إننا مبتلون أيها الإخوة، فالحياة وجدت لابتلاء هذه المضغة التي تدير هذا الجسد. فهذه المضغة يعني القلب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، وكما قال علي رضي الله عنه كما جاء عنهما بسند جيد: القلب ملك الأعضاء، فعليه مدار الابتلاء، والحياة كله من أولها إلى آخرها لابد أن نعي جيدا أنها فتنة وأنها ابتلاء. وقد قرأنا قوله تعالى، أول نقرأ قوله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بل قال سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وقال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. المهم أن القضية ابتلاء محض لهذا الإنسان، ويمثل هذا الابتلاء أو يمثل هذا الإنسان هذا القلب الذي إن صلح أو صلح الكيان وصلح الجسد وصلح الإنسان وصلحت الإنسانية وصلح المجتمع الصغير والكبير. وإن فسد فلا تسل عن الحال. أيها الإخوة، رسولنا عليه الصلاة والسلام ما ترك سبيلا في إيقاظ أمته وفي تنبيه أمته إلا وقد بينه عليه الصلاة والسلام، لا سيما فيما يصلح هذا القلب. فقد ضرب عليه الصلاة والسلام الأمثال، والأمثال يعقلها العالمون، يعقلها العاقلون. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم: تعرض الأعمال على القلوب أو تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. مسألة فتنة، مسألة ابتلاء، ليست المسألة أكل وشرب في غدو ورواح في ذهاب وإياب، لا، أنت إنسان مكلف، أنت تأخذ الرقم الثالث أو الرقم الثالث. الملائكة، الجن، الإنس، والكل مكلفون والكل مسؤولون. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، على قلبي وقلبك وقلب كل إنسان. تعرض فتنة منها الصغير ومنها الكبير. يقول عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، يعني قبل هذه الفتنة، نظر إلى حرام
امتدت يده إلى حرام، فأي قلب نشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصبا أو مثل الصبا لا تضره فتنة، يعني لا يضره ابتلاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوب مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فدينه الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. صار يدين بدين الهوى لا بدين الهدى. فالحلال ما أحله الهوى، والحرام ما حرمه الهوى، لا ما حرمه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القلب قد أخذته القسوة، أخذه السواد، فأنى للبياض وأنى للطهر وأنى للفضيلة أن تحل فيه. أما القلب الأبيض فهو قلب مبارك وقلب طيب يقبل الخير. ثم يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا آخر ومن حيثية أخرى، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد: لقلب ابن آدم. من ابن آدم؟ من أنا وأنت. وهذا خبر لكن في ضمنه توجيه وفي ضمنه أوامر. لقلب ابن آدم أشد انقلابا. العبارة عربية وفصيحة. أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. كلنا قد رأى القدر وهو يتقلب عندما تصل درجة حرارته 100، وهو يتقلب كيف يكون الظاهر باطنا وكيف يكون الباطن ظاهرا. لشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليا. هذا قلبي وقلبك أمام أمراض الشهوات وأمراض الشبهات. تطلع للسوق، ما حال قلبي وقلبك وأنت تنظر الفتن؟ إنه امتحان صعب لهذا الإنسان. هكذا خلق الله عز وجل هذا القلب، ولذلك كان محط نظره. ثم يضرب عليه الصلاة والسلام مثالا ثالثا لتعيه القلوب الواعية، فيقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد: إنما سمي القلب من تقلبه. مثل القلب كمثل الريشة، كمثل ريشة تعلقت بأصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. هذا قلبي وهذا قلبك، كمثل ريشة تأخذها الرياح فتتقلب. فاليوم 24 ساعة، قلبك أتراه يتقلب 24 مرة؟ هيهات، إنه يتقلب بالثانية، يتقلب بالثانية، باللحظة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا.
لأن القلب ينقلب، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها الإخوة، ولما كان القلب محط نظر خالقه سبحانه، كان أيضا محط اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يتفق كل مخلوق من الأصدقاء ومن الأعداء أنه يملك القلب الرحيم، أنه يملك القلب الطيب، أنه يملك القلب الطاهر، أنه يملك القلب الخاشع المنيب، فهو رسول البشرية، وهو أفضل خلق الله على الإطلاق. ومن ثم فقد جاء عند الشيخين أنه حين عرج به إلى السماء قال عليه الصلاة والسلام: فظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. تجاوز عليه الصلاة والسلام سدرة المنتهى، قد نزعت منه المضغتان اللتان هما حظ الشيطان من الإنسان، غسل قلبه بماء الطهر، وملئ وحشي بالإيمان والتقوى والفضيلة. ومع ذلك كله هل كان عليه الصلاة والسلام يهمل قلبه؟ لا، ما كان عليه الصلاة والسلام يتساهل في قلبه، فقد كان عليه الصلاة والسلام كلما خرج لصلاة الفجر، بل وفي صلاة الليل، كما جاء عنه كما رواه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، الحديث. فيسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلبه نورا، وقلبه كله نور، ومع ذلك يسأل عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، أولا ليذكر نفسه، وثانيا ليعلم أمته. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، كان يقول: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعته. فهو على الطاعة على كل حال، ولكن يسأل ربه سبحانه وتعالى المزيد، ويسأل سبحانه وتعالى الثبات. وكان يقول كما جاء عند أبي داود: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله تعالى قال في كتابه مخبرا عن أهل العلم وأهل الرسوخ في العلم أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهم الأنبياء وأتباعهم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو أيضا فيقول كما جاء عند مسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ويقول كما عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم نقِ قلبي، اللهم أسلل سخيمة قلبي. وكان يقول كما جاء عند أبي داود أيضا: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر قلبي، ومن شر مني. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي وغمي. هذه دعوات رسول البشرية، لأنه يعرف حقيقة الحياة، يعرف حقيقة النفس، يعرف حقيقة الروح. فما أحرانا أيها الإخوة أن نعرف حقيقة الحياة
حق المعرفة، وأن ننتبه أيما انتباه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: استحيوا من الله حق الحياء. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا نستحي يا رسول الله، إنا نستحي من الله والحمد لله. فقال: ليس بذلك، ولكن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. الحديث. أيها الإخوة لننتبه لهذا الأمر، ونتأكد يقينا أننا متى صلحت قلوبنا فإن حياتنا الدنيا بل وحياتنا الآخرة ستكون بإذن الله حياة طيبة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. حبانا الله تعالى وحفظنا الله تعالى ومنحنا الله تعالى قلوبا طيبة وألسنة صادقة. اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك، اللهم أعز دينك وأولياءك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. وصلوا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة عليه، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.